بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة والأمة الإسلامية كلها بخير، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ايه يعني أنا عارفة إن هي مقدمة حافلة كده، بس حبيت أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان وبمناسبة عيد الأم، وكل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وأمي طيبة، وكل أمهات المسلمين جميعا وأمهات العالم كله بخير يا رب، وربنا يديهم الصحة والعافية و... وكل دعوة حلوة تبقى من نصيبهم، اللهم أمين. المهم، عندنا بقى يعني قلنا بقى نسلم ونقول كل سنة وانتم طيبين ونقول كل حاجة قلنا. تمام، ندخل بقى على الفيديو بتاعنا ونسمي كده ونصلي على النبي. ومعاكم ام روضة في قناة انا وسلفتي في المطبخ. واللي بيدخل كده لأول مرة يعني يحط لايك جميل زيه كده، وما ينساش الاشتراك. يعني كنا بقى عندنا هنا في الفيديو كنا يوم سوق. تمام. تمام. يوم السوق ده قلنا نظبط حالنا يعني عشان الدنيا ما تبص معانا. جايبة كيلو ونص فراولة، جايبة فراولة عامة يعني. فقلت قبل ما احطها في التلاجة لعود يجرى لها حاجة كاني ماني الهفها، عشان اللي هنعمله عصير نعمله، واللي نحطه في الفريزر نحطه. تمام. تمام. فقلت بقى كده وانا واقفة على الحوض، واقفة كده مع نفسي أدندن بقى يعني، أسبح أستغفر. إيه يعني كل واحد اللي مقدره على ربنا يعمل. تمام. تمام. قلت مع الضفة علشان ننتهي يعني واريح دماغي منها خالص. لان يوم السوق ده بيبقى يوم يعني ما اقولكوش على الاسعار. كانت جايه الواحد جاي من السوق، يعني بكلم نفسه حرفيا كده. كنت ماشيه في السوق بكلم نفسي من الاسعار. معرفش انا بقى ولا الناس كلها، ولا كل واحد عنده كده، ولا ايه بالظبط. يعني كل واحد يا ريت حد بقى يكتب لي كده الاسعار عنده ايه في بلده، ولا ايه الاسعار اخبارها ايه. واللي يعني اللي بيشوفني منين، من اي بلد يعني او من اي دولة، لان بيظهر عندي بس مصر والجزائر. فاهل الجزائر وشعب الجزائر على راسي من فوق، واهلا وسهلا بهم في قناتي. تمام. يعني كل واحد عنده الاسعار يكتبها ويقول لي كده. دي الفراولة دي كنا جايبينها ب12 جنيه، ومع انها مش حلوة يعني، كانت اقول بس قلنا هي حاجة تمشي الحال، واحسن من الواحد لما يجيب يعني الحاجات اللي هي البودر ديت للعصير، اللي هي بيبقى زي التمر هندي اللي هو البودرة او الخروب البودرة يعني. دي مع حبة مع كوبايتين لبن وحبيتين موز هتمشي. لوحدها عصير كده لوحده هتمشي. احتاجتها لأي حاجة برضو هتمشي. يعني كل حاجة بتمشي وعارفين ايه اللي فيه. انما الحاجات التانية المجففة دي او الناشفة دي مش عارفين ايه الاضرار اللي فيها، او برضه هي ما بتنفعش. كلها سكر وكلها حاجات كده الله يعلم ايه اللي فيها. وغير كده وكده مش صحية. انما دي صحية وعارفة انت عاملة ازاي، ونضيفة وكويسة وتمام التمام. وبما ان بقى ان هو يوم السوق، فطبعا لازم ندخل على نظافة كده. التلاجة بصراحة كانت يعني كانت عايزة تتغسل، وكانت الدنيا نظبط الدنيا فيها يعني كده. فالمهم انا اشتلت الرفوف بتاعتها زي ما شفتوا، وروضة غسلتها هي من جواها، وانا مسكت الرفوف كده لان الرفوف بتاعتها ازاز. فانا بصراحة خفت يعني هي بتبقى تغسلهم بس يعني زيادة اطمئنان مني. قلت لها انا واقفة انا على الحوض، انا هغسلهم وانا واقفة كده. قمت بقى جاية زي ما شفتوا كده بالسلكاه وصابونة، وقمت جبت واحد واحد وبقيت يعني كأني اقول يعني خايفة حاجة تفلت من ايدي.
قلت بقى ما بالكم بتبقى بنتي تبقى يعني ممكن هي يعمل منها ايه او يفلت منها ازاي. المهم غسلتهم وركنتهم على الحيطة، او يعني على اي شيء، مش على الحيطة يعني على الشريط، وسندتهم كده على الحيطة ايه يصفوا ميتهم، علشان يعني اما نيجي نحطهم آه، يكونوا ايه ناشفين، او بفوطة عامة يعني ايه ويتنشفوا حلو. تمام تمام. لان كانت روضة بقى عايزة ترص حاجة السوق او حاجة الاكل يعني اللي احنا جايبينها من السوق في التلاجة، وانا اللي كنت ايه عطلتها، لان زي ما قلت لكم كده هي اللي هي كانت غسلت التلاجة من جواها زي ما شفتوا ايه في الاول كده. فخلصت انا بقى الموضوع ده وركنتهم وصفتهم، وبعد كده هي ايه خدتهم ركبت الارفف ديت، وبعد كده قامت شايله الحاجه وايه وحطها ايه في عليهم. وانا بقى زي ما قلت لكم بقى انا كنت خايفه وكلام من ده، لان عشان حاجه ما تتكسرش. مع ان مش عارفه بقى كل الامهات زي كده، اه لما الحاجه بتتكسر من العيل عفاريت الدنيا بتركبها وبتتنطط والدنيا بتقوم ما بتقعدش. انما لما بتتكسر بقى من الام بتبقى تقول لك خير خدت الشر وراحت. يعني لما حاجه بتعمل مني كده بنتي تقول لي ايه، اه لو انا اللي عاملاها كان زمانك دلوقتي يعني عملت فيا اللي ما يتعملش. انما انت كده تقولي ايه، خلاص مفيش مشكلة. فكل الامهات كده ولا انا لوحدي؟ يا ريت برضو دي ايه تكتبوها لي كده ايه في كومنت، او يعني تعرفوني كله زي كده ولا انا اللي بس كده، عشان يعني اعرف جايز اكون انا منبوذة يعني انا لوحدي اللي كده بس ولا ايه. وهنا بقى كنت بغسل حوض التلاجة اللي هو اللي بنحط فيه بقى الخضار من تحت، طماطم بتنجان فلفل. بمناسبة الفلفل يعني مين عنده الفلفل الكيلو ونص ولا الكيلو وربع ب20 حاجة زي كده. ده بقى كنت جبت هنا الطماطم دي يعني الراجل قال لي الكيلو من دي ب5. ف يعني فيها ايه يدوبكش لطشة كده، اللي هي مثلا بتاع ايه زنقة القفص، قشرية سمرا زي ما انتم شايفين كده، يعني حاجات لا تذكر. وقال لي الكيلو ب5. في واحدة بتقول ده احنا بناخدها نرميها للفراخ او الطيور. لا يا حبيبتي انا باخدها واكلها انا وولادي، مش للطيور ولا حاجة. بناخدها وزي ما هتشوفوها كده بعملها ايه، إيه اقطعها اغسلها كويس وانضفها واقطعها واحطها فين، إيه زي ما شايفينها كده في حلة، ويحط عليها دول. ده سكر، ده سكر مش ملح. تمام. واعملها بقى يعني احطها على النار، على نار هادية براحتها وعلى اقل من مهلها، وعشان تستوي وتبقى ايه صلصة بقى. الصلصة دي عايزها يعني انت لسه هتشوفها معايا، تفرميها وتسيبها بقشرها، دول اللي طلعوا منها هم. تفرميها وتسيبها بقشرها ماشي، تفرميها وتصفيها وترجعيها تاني على النار زي ما هتشوفي معايا كده ماشي. يعني كل اللي يريحك اعمليه، تعمليها بس على النار تسويها كده وتعبيها وتبقي تطلعيها تعمليها يعني كل الوسائل متاحة يعني. المهم طبعا عندنا يوم السوق حاجة مقدسة ايه سمك. فطبعا زي ما شفتوا كده بقى غسلت السمك ونزلنا شويناه، وكان بقى عندنا ايه رز معمر. السمك اهوت احنا كنا في اليوم ده صايمين، كنا صايمين. المهم ايه، آه، عشان يعني يوم عملت برضو ايه فراولة وكده بموز، وعشان الحاج ايه كانت صايمة. وكان عندنا رز محمر فيعني حماتي قالت لي ما ترموهوش لان خسارة يعني ترميه ليه، حرام. متكلف سمنة وقشطة وترميه إيه عشان يعني الأرضية بتاعته دي زي ما انتم شايفين. المهم عملت سلطة وكنا جايبين خضار من السوق، وزي ما شفتوا ايه افطرنا كده. وكل سنة وانتم طيبين. وبالمناسبة ادعوا لحماتي ايدها مكسورة ربنا يشفيها ويحش عنها يا رب، هي واللي زيها.
كانت هنا بقى الطماطم اهي يعني ايه على النار، سبتها زي ما انتم شايفين كده ايه، معاها ربنا زي ما بقول. عما كلنا وقمنا وخلاص. قمت بقى عما قمت كانت هي نشفت خالص او خلاص استوت يعني. فانا بقيت ضربتها في الخلاط او فرمتها في الخلاط، وزي ما انتم شايفين كده ورجعتها تاني على النار، على اساس هعملها صلصة زي اللي بنشتريها من المحلات بالظبط. يعني مش هتفرق عنها حاجة، وهتشوفوها معايا. ويعني اقول لكم وبطبخ منها وكأنها جاية من المحل، احسن كمان وانضف. انتي عارفة انت حاطة فيها ايه وعاملاها على ايدك ونضيفة ومتأكدة من نظافتها. انما اللي جاية من المحلات دي برضو ما تعرفيش ايه اللي فيه. المهم يعني سبتها لما ركزت خالص، زي ما شفتوها يعني كانت كلها ميه كده، وعند ما غلت ونشفت وبقت زي مركزه كده. يا دوبك شويه السكر اللي انتوا شفتوه بحطها عليهم ودول، وحطيت عليها حوالي معلقه ملح، يعني مجرد برضو لحفظ الطعام. علشان برضو اما اجي اطبخ احط الملح بتاع الاكل هي يعني اظبط ملحها بعد كده. وما كان منظرها يعني عملت لي البرطمانين دول، البرطمان قد كده يعني ما يجيش ربع ده، بنشتريه ب 12 او ب 15 جنيه، حاجة زي كده. يعني هنا كنت جبت البرطمانات دي طبعا مغسولة ومتنضفة ومتعقمة، وحطيت فيهم شوية زيت في الاول وعبيتهم وكده تمام. شوفوا بقى يعني دول كانوا حوالي 4 كيلو طماطم ب20 جنيه. شوفوا بقى اما اعمل منهم حوالي 5 برطمانات من اللي هم الصغار دول. شوفوا بقى اضربي 5 في 15 ب75 جنيه، يعني من 20 جنيه عملت صلصة ب75 جنيه. وحشين ولا حلوين؟ عشان مفيش واحدة تيجي تقول ده الطماطم دي بنرميها للفراخ او ناخدها للطيور. كده يبقى عداني العيب وازح. يعني كل واحدة اكيد بتحاول تدور على على الرخيص وتجيبه. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم.